الغش وصل للحليب يا جماعة أو للبن. أيوه، اللبن بتشتريه غالي ب20 وب25 جنيه وفي الآخر بتاخديه لبن مضروب. اللبن السايب اللي بتشتريه ما بتاخديهوش لبن كامل زي ما أنتِ متخيلة ولبن جاموسي أصلي، لأ، أنتِ بتاخدي آخر حاجة في الحليب. عايزة أقول لكم إن أنا كل أمّا آجي أشتري لبن حليب من السوبر ماركت أو محل اللبان، كل أمّا آجي أغلي اللبن ما الاقيش فيه قشطة، يعني كل اللي ألاقيه فيه معلقة قشطة واحدة. آجي أعمل بيه الجبنة عشان أنا ساعات باحب آكل الجبنة البيتي أو أنا باعمل الجبنة أم قشطة دي، ما فيش فيه طعم القشطة خالص. فقعدت أفكّر وأسأل ناس ليّا صحابي عايشين في الأرياف وكده، قالوا لي إن في حاجة اسمها مكنة اسمها فرّاز. الفرّاز ده عبارة عن إيه، زي ما أنتم شايفين كده، طبق استانلس كبير من فوق وليه حنفيتين، حنفية بتطلّع القشطة من ناحية وبتطلّع الحليب من ناحية. فطبعًا في واحد بيبقى في البلد أو في المنطقة بتاعة الأرياف بيلِف على كل بيوت الناس الريفية هناك، ويلِم كل الحليب اللي بيطلّعوه، وياخد الحليب يحطّه في الفرّاز ده، ياخد منّه القشطة بتاعته، وياخد بعد كده الحليب يبيعه للتُجّار، اللي هو بقى اللبّان، السوبر ماركت. طيب اللبّان أو التاجر بياخده بكام من الراجل اللي بيفرزه؟ فيقوم التاجر اللي عنده مكنة الفرّاز زي المكنة اللي أنتم شايفينها دي، يقوم واخد الحليب بايعه لصاحب السوبر ماركت أو صاحب محل اللبان، يقوم بايع له لتر الحليب ب10 جنيه، والراجل ياخده يبيعه لِك بقى ب20 و22. تيجي أنتِ يا عيني تغلي اللبن تلاقيه ما فيهوش غير معلقتين قشطة. الناس هتقول لي: "طب هي يا سارة المكنة دي بتخلّي اللبن يروب؟" أبدًا، المكنة دي بتفرز أو بتفرّز اللبن والقشطة وهو بارد. يعني إزاي؟ يعني بتحطّي الحليب زي ما أنتِ شُفتِ كده وأنا باحطّه، وهي على البارد تقوم فاصلة القشطة بتاعته، مطلّعة القشطة في طبق زي ما أنتم شايفين كده بتطلع الناحية التانية، والماسورة التانية بتطلّع الحليب. فيقوم بقى التاجر أو صاحب المكنة دي، يقوم حاطط القشطة في كيس ويبيع صفايح القشطة، والتاجر صاحب السوبر ماركت أو اللبّان ياخد الحليب منّه برخص التراب ويبيعه لكم غالي، وطبعًا بيبقى متاخد كل خيره، زي ما أنتم شايفين، وكل المزارع في مصر بتعمل كده. وعايزة أقول لكم على حاجة، الفرق بقى بين المزرعة والراجل اللي بيلِف بعربية يدور على البيوت الريفية ياخد منها الحليب، إن المزرعة بتجيب مَكَن الفرّاز ده بكمية وتحلب الجاموس والبقر اللي عندها وتعمله في المَكَن بتاع الفرّاز ده، يطلّعوا القشطة ويطلّعوا اللبن، واللبن بيدخّلوها بقى في الجبن والحاجات دي. وطبعًا أنا لمّا سمعت كل اللي أنا باحكيه لكم ده، حبيت أشوف بقى التجربة بنفسي إزاي، يعني إيه المكنة اللي تطلّع القشطة وتطلّع القشطة من حنفية وتطلّع الحليب من حنفية والحليب ما يرُوبش. وفعلًا رُحت زي ما أنتم شايفين حلبنا الجاموسة من عند واحدة حبيبتنا، ربنا يبارك لها يا رب ويدّيها الصحة، وشُفت هي بقى بتعمل لبيتها يعني، بتعمل لبيتها هي. وشُفنا بقى الحليب زي ما أنتم شايفين كده نازل في طبق والقشطة بتنزل هنا من الناحية التانية. وطبعًا هي ما بتبيعش الحليب، هي بتقوم عاملاه جبنة، هاوريكم بقى وإحنا بنحلب الجاموسة وبنعمل الجبنة. فأي حد بيشتري لبن جاموسي من أي لبّان أو سوبر ماركت أو الناس اللي بتلِف في الشوارع، اعرفي إن اللبن ده خالي الدسم. يعني الناس اللي هتقول أنا عايزة أشرب لبن خالي الدسم، اشربي اللبن الجاموسي والبقري اللي بيتباع برّه، هو خالي الدسم لوحده. هو منزوع كل القشطة منّه وما فيهوش أي قشطة خالص. حتى يا عيني كنت أنا باعمل فيديوهات الناس تعمل الزبدة من البيت، اوعي تعمليها لإن اللبن مضروب. زي ما أنتم شايفين كده سِت الكل بتحلب الجاموسة عشان نقوم بالتجربة، وفعلًا لقيت المكنة اللبن بيتحلب من هنا ويتحط في المكنة من هنا على طول، يطلّع القشطة لوحدها والحليب لوحده. الحليب بيتباع للتجار زي ما قُلت لكم أصحاب المحلات، وال والقشطة بتتحط صفايح قشطة في المزارع وتتباع، يا إما بتتحوّل لزبدة وتتباع. فلو أنتِ عايزة تعملي جبنة في البيت أو تعملي زبدة أو قشطة في البيت، فاعرفي أي لبن أنتِ هتجيبيه من برّه، اعرفي إن هو منزوع الدسم وبتشتري حليب خالي الدسم، يعني حتى مش هيتخنِك ولا هيعمل أي حاجة. كل الحليب اللي بيتباع في المحلات حليب خالي الدسم. لو أنتِ عايزة بقى تعملي جبنة أو قشطة أو تعملي لبن رايب، روحي هاتي لبن من ناس طيبة بتحلب الجاموس في بيوتها، واشتري منهم كده اللبن وهو لسه محلوب. إحنا هنا سِت الكل عملت لنا بقى جبنة، وطبعًا الجبنة دي معمولة بلبن حليب كامل الدسم زي ما أنتم شايفين، القشطة أهي طالعة فوق الوش.
كنت أنا كتير باعمل فيديوهات باقول لكم نعمل الزبدة والجبنة في البيت، لأ، استحالة هتروحي عند أي لبّان أو سوبر ماركت وهتلاقي عنده حليب كامل الدسم، كل الحليب اللي هناك هيبقى خالي الدسم، هيبقى الكيلو مثلًا فيه معلقة صغيرة قشطة كده. فعشان تعملي الجبنة أو القشطة أو الزبدة في البيت، لازم تروحي تجيبي الحليب من ناس موثوق فيها وحالبين اللبن قصادِك كده من الجاموسة أو البقرة، وساعتها خديه واعملي اللي أنتِ عايزاه في البيت، يا إما تشتري الحاجة جاهزة. عايزة أقول لِك لو أنتِ يا عيني جبتِ كمية حليب كبيرة من السوبر ماركت هتلاقيه فلوسِك راحت على الأرض، فالأفضل هاتي الحاجة من ناس موثوق فيها ومعمولة قدامِك.